اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج جاري تحميل رئيس. الناس اللي كانت متابعانا من البدايه يمكن احنا كنا حمله حياديه وكان هدفنا التوعيه. يمكن كنا بنستضيف مرشحين الرئاسه عشان يعرضوا برامجهم قصاد الشباب على الانترنت. في نفس الوقت يمكن كنا بنحاول ان احنا نوصل التوعيه للناس، انما بعد اللي شفناه من وسائل الاعلام ومن المرشحين للاسف احنا هدفنا اتغيرت، لان ما بقاش ينفع نشوف الغلط وما نقولش ان ده غلط، وما ينفعش نبقى حياديين في وسط زمن المفروض تكون فيه اعلام ثائر. فقررنا ان احنا بدل ما احنا هنستضيف المرشحين احنا هننقد المرشحين من لكل شيء احنا شفناه مخالف لثورتنا لتفكيرنا لحياتنا. يمكن اول سؤال نحب نجاوب عليه او اول حاجة نحب نتكلم فيها الناس اللي اتكلمت على الثورة وقالت الثورة ما غيرتش حاجة وان الفساد زي ما هو. احب اقولك ان التغيير على وساخة بيجي التشلخات. المهم لازم يكون املنا في ربنا كبير، عايزين نبص لقدام، عايزين فعلا نشوفها احلى. احنا ضمن انتخابات رئاسية وعندنا كومي عندنا ايه 13 مرشح، عندنا 13 ايه عندنا 13 مرشح لرئاسة الجمهورية. 13 2013 امل مصر في واحد من ال 13 دول. 13 مرشح منهم اللي بيتشال على الاكتاف، منهم اللي بيتضرب بالجزم. هو ليه شفيق ما عملش كده؟ اللي خاف من ضرب الجزم يبقى يمشي بودي جارد. انما كلهم اتفقوا على مبدأ واحد، مبدأ الأنا. كل واحد فيهم شايف ان هو الاقدر والاصلح بقادة مصر. لا وايه، كل واحد فيهم كل شوية يطلع يقولك انا حواليا اصطفاف وطني. عارفين يعني ايه اصطفاف وطني؟ يعني كل التيارات اللي في الشعب تؤيده. انا عايز اقول لكم على حاجه، فاكرين حكايه الرئيس التوافقي؟ طب لما احنا عندنا مرشح الناس كلها متفقه عليه كده نعمل انتخابات من اساسا ليه؟ ما هو يا اما هم مش عارفين يعني ايه اصطفاف وطني، يا اما ده هكس على البني ادمين. لما كل واحد يطلع يقول لك انا في حواليا اصطفاف وطني معنى كده ان في تيارات تؤيده، مش معنى ان انا في واحد او اتنين من اي تيار بيأيدني معنى كده ان التيار كله معايا. بعيدا عن اوهام المرشحين وبعيدا عن الاعلام اللي يسبب لنا وهم احنا كمان فاكرين عشان خاطر واحد بيطلع كتير في التلفزيون فمعنى كده ان هو ده الشخص اللي هيبقى رئيس مصر. لا، يخوف الاعلام يدخلنا في سكه والنتيجه تطلع في سكه تانية خالص، توافقي يعني. المهم نرجع لموضوعنا، مبدأ الأنا. اكبر دليل على ان المرشحين ماشيين بمبدأ الأنا، عندنا حوالي 3 أو 4 مرشحين يساريين طالعين من قلب الثورة. مفيش حد فيهم فكر انه يتنازل لشخص عشان ما تحصلش عملية تفتيت الاصوات. يا ابني في مرشح محترم قال الفكرة دي، ما تظلمش الناس. خليك في حالك. كلام، مفيش حاجة اتنفذت. مهما تقول لهم عشان خاطر الثورة تنجح، عشان خاطر التغيير، عشان خاطر مفيش مرشح فلول يكسب، ولا هم هنا. نسيوا 18 يوم من الوحدة الوطنية، نسيوا 18 يوم بدون قائد ولا حتى متحدث رسمي باسم الثورة. نسيوا ان في الاتحاد قوة، نسيوا مصر، نسيوا ان هم مش عارفوا يرجعوا حق الشهيد غير لما نتفق ان مصر اولا. نسونا معاهم كل معنى للوحدة الوطنية. وبدل ما نفكر كلنا مع بعض بقينا بنفكر كلنا في بعض حتى في مناظراتهم. ولما قلنا اول مرة شعب مصر هيشوف مناظرة حقيقية بين 2 مرشحين لقيادة مصر، بدل ما المرشح بيقول الحاجة الحلوة اللي فيه عشان احنا نختاره، بيقول الحاجة الوحشة اللي في الشخص اللي قدامه عشان احنا نختاره برضه. بدل ما انت ما بتظهر مميزاتك بتظهر عيوب اللي جنبك. لان انا الطبيب الوحيد في المرشحين، واعلم ان بعضهم مصاب بامراض لا تساعده على ان يقوم بواجب. احنا متقدمين للقيام بواجب، مش متقدمين لاخذ نياشين ولاستعراض عشان نخدم هذا الوطن. زميل من الزملاء قال اذا كان بقى يقصدني فانا حاجة غريبة جدا، بيسألوه على الحالة الصحية للرؤساء المقترحين ولا المرشحين ولا زي ما بنسميها، فقال في واحد استبعد ورجع بعد ما استبعد وعمل عملية في المخ. فأنا بدور مين اللي استبعد ورجع
لقيت ان انا بقى عامل عمليه في المخ. ما اعرفش الناس حصل لها ايه، يعني انا مش عارف، يعني مش عارف الناس في السن دي بيحصل لها ايه. يعني هل يعقل ان انا تاريخي من يوم ما اتخرج من الكليه لغايه ما يبقى عندي 60 سنه ما اعملش حاجه في حياتي غير ان انا اخد بطاطينه واوصلها للانقاذ؟ وللأسف بعض الأفراد اللي يطلق عليهم لقب المرشح المحتمل أو المرشح الرئاسي يتلاعبوا بمشاعر وأمال وطموحات الشعب المصري. عمرو موسى. طب ليه احمد شفيق او عمرو موسى؟ عشان هم هيصلحوا البلد. طب وانت يعني مش عارفك ان دول اللي هيصلحوا البلد يوم؟ عارفين ان البلد ماشي على ايه؟ البلد مش كويسه، البلد هتنهار، واحنا عايزين البلد اللي يصلح البلد عشان شبابنا ده كله. طب انت رايك؟ اشتغل. طب الناس ياكل، الناس مش لاقيه تاكل ولا عارفه تشتغل، وعيالنا مرميه في الشوارع. طب احنا ننقي الاصلح ولا ننقي ابو دقن؟ لا ناخد الاصلح. بلاش ابو دقن. طب الاخوان المسلمين هنا سايبين اثر سيء ما لهمش حاليا دلوقتي البريق بتاعهم انخفض. هو في هنا عندنا توسنا في هنا مرشح هنا في رئاسه الشعب، ضحكوا علينا في الشعب وانتخبناهم وطلعوا كلهم جيزه. عايزين الاصلح واللي ينفع الشباب ده. هلا الشباب ده مش قاعد بعد ما ربناه بالعرق. طب فين اللي اشتغل؟ فين؟ اسألوا مطلوب من مصر تقع عليه عشان اسرائيل، عشان مخطط أنا سمعت عن عملية خطيرة هتنفذها الإيد الخفية بالتعاون مع الطرف الثالث برعاية القهوة الخفية. هقولك، انت عارف مين الطرف الثالث؟ والله ما تعرفش.